هوريك بنفسي ازاي بخلي الصوت يلمع ببلجن واحد اسمه فريش اير. النهارده اليوم ال 35 من ازاي ابقى بروديوسر في 90 يوم. فريش اير من سليب ديجيتال هو مش اي كيو، لا هو اي كيو ذكي بيزود لك من هاي فريكوينسيز من غير ما يبقى الصوت شارب او مزعج. ده الشكل بتاعه اول ما بتفتحه. عندك اول حاجه الميد اير ودي بتتحكم في الميد فريكوينسيز، عندك الهاي اير دي بتتحكم في الهاي فريكوينسيز، وعندك هنا الديناميك لينك ده بيخلي لو انت رفعت الميد اير بيتحكم في الهاي اير برضه في نفس الوقت، ولو قفلتها بتتحكم في كل واحده لوحدها. عندك هنا الباور ممكن منه تشغل او تقفل البلجن. عندك هنا تريم لو انت عايز توطي الصوت اللي طالع من فريش اير نفسه. في الفوكالز عن نفسي بحب يبقى الميد اير من 10 ل 30 مثلا، وبحب الهاي اير يبقى من 20 ل 60 على حسب الفوكال اللي معايا. ده الصوت مثلا من غيره. We go up in the valley where they spend meals on them nanays. وده الصوت بيه. We go up in the valley where they spend meals on them nanays. Hurry up. وخليك دايما فاكر ان هو لازم يبقى اخر حاجه في الفوكال تشين بتاعتك خالص، ما ينفعش يبقى قبل اي حاجه عشان هيأثر على الصوت قوي. زائد انه مش بيستعمل بس الفوكالز، لا في ناس كتير بتستعمله في الهاي هاتس، في ناس كتير قوي بتستعمله في الميلودي، فحرفيا جرب تحطه على اي حاجه ممكن يخلي الصوت بيلمع كده والهاي فريكونسيز تبقى محترمه. بس برضه خليك فاكر اي بلجن ما تغلقش فيه قوي عشان ما يبوظش الدنيا. وبس دي الريل بتاعت النهارده. لو عندك اي سؤال ممكن تكتبه لي في الكومنتس. في النهايه قسم وسمعني.